في حياتنا الواحد بيبدأ حاجات بيبدأها من الأول، مشاريع، علاقات، كل حاجة وليها بداية. بس السؤال الحقيقي اللي المفروض يتسأل، النهاية كانت عاملة ازاي؟ زمان واحنا صغيرين كنا بنسمع جملة المهم تبدأ، ودي جملة صح ما فيهاش حاجة. لأن اللي بيبدأ حاجة وما كملهاش أو يكملها من غير ما يوصل لنهاية كويسة كأنه ما بدأش حاجة من أساسه. خد عندك مثلا العلاقات، ممكن تبدأ قصة حب حلوة مليانة مشاعر وضحك وسعادة، بس لو القصة ديت انتهت بوجع وخيانة، الذكرى اللي هتفضل معاك هي النهاية السيئة، مش اللحظات الحلوة اللي قبلها. اللي بيفضل في دماغك ودماغ اللي حواليك اللحظات الأخيرة. حتى في الأفلام والمسلسلات تلاقي نفسك مستمتع بالفيلم من أوله لآخره، بس لو النهاية كانت وحشة أو مش مرضية ليك، ممكن تخرج من الفيلم وأنت متضايق وتنسى كل الحلو اللي أنت شفته في الفيلم. علشان كده الواحد المفروض يركز إن هو يبدأ حلو، ولازم كمان يركز إن هو ينهي الحاجة ديت حلو. إن الناس مش بتفكر هي إزاي بدأت، بس بتفكر هي خلصت إزاي. النهاية هي اللي بتحدد أنت نجحت ولا لأ، فرقت ولا كنت مرحلة وعدت، سبت أثر ولا كنت اسم في القايمة. علشان كده دايما خلي عينيك على النهاية لأنها هي الأهم.